جبت حاجات من شي جلام، يلا بينا نفتحها سوا. هخلي اخر حاجتين اكتر حاجتين متحمسة ليهم. قبل ما ابتدي ما تنسيش تعملي لايك وتدوسي سبسكرايب او فولو لو مش عامله لي فولو. اول حاجه الكونسيلر ده من شي جلام، متحمسه لحاجات قوي، من اكتر الحاجات اللي ببقى متحمسه ليها حاجات شي جلام. كالعاده الباكج بتاع شي جلام يعني. بصوا، انا ناس كتير جربته قالت ان هو حلو. الدرجه دي شل، عندي منها الفاونديشن وكان حلو قوي، الدرجه مظبوطه عليا، فقلت اطلب منها الكونسيلر. المفروض ان هو بسبونج كده وبتعملوا بيه كده اهو. شوفوا، مع ان السبونج بتشرب كتير بس حلوة قوي ودرجته طلعت حلوة. لا حلو، قولولي لو عايزين اعمل بيه ميك اب توتوريال، اكتبولي كده في الكومنتس. تاني حاجة وهي قلم شفته فايرل قوي على التيك توك، كان في منه ابيض بس وكان في منه بصوا، كان في منه ابيض بس وفي منه روز وفي منه ابيض بس في لمعة اللي هو الفروست، درجة اسمها فروست. بصوا بيلف من فوق، بصوا تحفة، ابيض ميتاليك كده. المفروض ان هو بنستخدمه في كورنر العين عشان يفتح العين ويدي اللذاذة دي. بصوا طبعا انا مش حاطه ميك اب، بس بصوا نور ازاي، حلو قوي. يلا اللي بعده، بصوا بقى متحمسه لها جدا. بصوا الباكج ده تحفه، من جوه انا اخترت تيجي مع بلاستيك كده عشان يحميها. انا اخترت الدرجه دي، ما اخترتش الدرجه البينك الفايرال اكتر عشان عندي شبهها وعشان الحاجه اللي جايه هفتحها هتفهموا. اخترت دي، عجبتني قوي، ناحيه باودر وناحيه كريمي، الغامقه دي الكريمي والناحيه دي الباودر. والمرايه فيها مرايه هنا متغطيه، اوريها لكم المره دي كده على ايدي. بصوا ناعمه قوي، بصوا اللون، ما ندمتش ابدا ان جبت الدرجه دي. وده كده الباودر، بصوا ده الباودر وده الكريمي تحط فوقيه، حلوين قوي قوي قوي. مبسوطه بجد اني جبتها. هتفهموا بقى انا ليه جبت الدرجه اللي فاتت من البلاشر. بصوا بقى الباليت دي كده العلبه، دي كده الباليت، في منها فاتحه وفي منها غامقه، انا اخترت منها الباليت الفاتحه. في بلاستيك اهو، بصوا الباليت وحلاوتها دي كده الالوان. اللون ده حسيته ان هو شبه اللي موجود في البلاشر اللي قبل اللي وريتهولكوا اللي قبل ده، فحسيت ان انا عايزه اجيب الباليت الفاتحه دي عشان فيها كمان الاحمر، فيها درجات عايزه اجربها قوي. ما جبتش منها الباليت الاغمق، في من الباليت دي غوامق اكتر، حاسه اني مش عايزه ابوظها يعني، مش عايزه المسها. بصوا واو، دي كده اهي فاتحه، ودي الاحمر. انا عايزه اقول لكم بامانه بلمس يعني. ودي شبه شويه اللي في البلاشر الصغير بس على بينك اكتر، والباقي درجات فاتحه. كنت بفكر لها كده في استخدامات، هجربها لو نفعت هعمل لكم بيها فيديو. متحمسه قوي. تفتكروا دي ايه؟ اكتبوا كده قبل ما اوريكم. طبعا يعني نظافه الباكج بتحسسني ان انا جايبه حاجه عالميه فظيعه، طبعا شي جلام ما يقلش عن اي حاجه هاي اند يعني. بصوا
فرحانه بجد زي الطفله يعني. بتيجي كده. دي باليت اي شادو اسمها بيري باليت، على اساس ان الوانها من البيرز. بصوا انا مش هتكلم، بصوا الدرجات، ومعاها فرشة، وطبعا البالت فيها مراية. يعني اعمل الدرجات على ايه؟ استنى، عايزة اشوف. عملت بصوا اول ما لمست يا ربي، لا 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 بجد. لو عايزين ميك اب لوك او ميك اب توتوريال بالحاجات اللي انا جبتها كده من شي جلام لازم تكتبولي، لان انا متحمسه قوي وعايزه اعرف انتوا كمان متحمسين زي كده ولا انا لوحدي يعني. بصوا دي كده جزء من الدرجات باينه بلمسه، يعني ما عملتش اي حاجه غير لمسه. الشامر فيها بصوا عامله ازاي، تحفه. فيها الفواتح اللي هي ممكن تبقى بيز، وفيها الحاجات اللي هي الشامر، وفيها بنيات للشتا، هتبقى حلوه قوي البالت دي. الوانها هي مره تاني حلوه قوي. اخر حاجه هي مش يعني مش ميك اب، بس حاجه بتساعد على الميك اب، هي زي خله بتاعه او زي الودانات بس على رفيع قوي. برضو هطلعها اوريها لكم، رخيصه قوي يعني. ممكن تظبطي بيها الايلاينر ان هي رفيعه، عليها قطنه رفيعه قوي. ممكن حتى لو بعد النيلز ونازله حاطه مانيكير ونازله على طول ظبطي بيها حواف النيل بولش، هتبقى اسهل. فحسيت ان هي رخيصه قوي، فواي نوت يعني جربها، وطلعت حلوه وعددها كبير. دي كده الحاجات اللي جبتها المره دي من شي جلام. اكتبوا لي ايه اكتر حاجه حبيتوها وحابين اعمل ميك اب توتوريال بيها ولا لا.